النهاردة هنعمل طريقة عمل محشي الكرنب والفلفل والبطاية، ازاي بنحشيهم وازاي بنعملها بطريقة حلوة جدا. ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم. اول حاجة هجيب حلة على النار، احط فيها مية وملح وكمون، واقطع الكرنب حلقات، افصل كل الورق عن بعضه وبعدين احطه يتسلق. ما تحطيهوش كتير على النار عشان ما يتهريش. هسيبه 10 دقايق يتسلق، وبعد كده هبدأ اني اطلعه واحدة واحدة واحط كمية تانية لحد ما اسلق الكمية كلها اللي عندي. 10 دقايق بس، اول ما تحسي ان اللون بتاعه دبل طلعيه. وبعد كده هبدأ ان انا اقطعه صغير. الورقة دي هشيل منها العنقود بتاعها العريض ده عشان اعرف ان انا الف الكرنب، وبعد ما اشيله هقطع الكرنباية لحلقات كده تكون مستطيلة علشان ان انا اقدر الفه بسهولة. العنقود بتاعها هروح حطاه في ارضية الحلة، فحطيه على جنب مترميهوش عشان نرصصه في ارض الحلة قبل ما نرصص عليها محشي الكرنب. بعد ما اقطع الكمية كلها هجيب حلة على النار، احط فيها معلقة سمنة كبيرة، وهبشر مثلا 3-4 بصلات وهضربهم في الخلاط او ابشرهم زي ما تحبي. وهحط على النار البصل اللي انا ضربته في الخلاط، وعليه 5-6 فصوص من الثوم، واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى لونها اصفر كده او ذهبي. على ما البصل يتحمر هروح جاية حاطة الطماطم في الخلاط. انا عملت تقريبا كيلو من الطماطم، هضربه في الخلاط، هقطعه واضربه في الخلاط. ولما البصل يتحمر تماما ويبقى لونه ذهبي كده، هاخد الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط وهحطها على البصل. هقلب البصل مع الطماطم والثوم، هقلبهم مع بعض كويس على النار لحد ما يتسبكوا. وطبعا هحط البهارات، ملح، فلفل، كمون، مكعبين مرق الدجاج، كزبرة برضو مطحونة، ومعلقتين شطة، ومعلقتين بابريكا علشان يخلوا لون الصلصة احمر، ومعلقة سكر صغيرة، ملح، فلفل، كمون، 7 بهارات، كزبرة، معلقتين بابريكا. بعد ما احط كل البهارات مع بعض هقلب المكونات كويس جدا وهسيبها لحد ما تتسبك. كل شوية كده هديها تقليبة علشان ما تتحرقش من تحت. وهغسل الرز، وبعد كده احط الرز على الخليط بتاعي بعد ما تسبك، واقلب الرز معاه كويس. ما تسويش الرز لان الرز هيستوي مع المحشي، فانتي بس تديله تقليبة، بس تقليبة واحدة بس على النار مع الصلصة. مش عايزينه يستوي عشان ما يبقاش الكرنب معجن.
هقلب كل المكونات مع بعض. حسيت ان هي لسه محتاجة شطة، احنا بنحبها شطة كتيرة. طبعا الخطوة دي اختيارية، لو حابة تزودي شوية شطة كمان ممكن تحطي شطة، بيبقى طعمه حلو قوي. بعد كده هجيب بقى حزمتين من الشبت والبقدونس، كزبرة، هقطع التلاتة مع بعض وهقلبهم واحطهم على الرز والصلصة، اقلبهم مع بعض كويس. وهي دي الخلطة بتاعة المحشي. لازم تقطعي الخضرة دي صغير جدا، ما تقطعيهاش كبيرة. ومجرد ما تحطي الخضرة على النار على الرز اطفي على النار على طول، علشان احنا مش عايزينه يستوي. هسيب طبعا الرز يبرد شوية هو والورق الكرنب، هسيبهم يبردوا. وبعد ما يبردوا هبدأ ان انا الف الكرنب زي ما اتفقنا. هنحط في القعر الحلة هنحط العيدان بتاعة الكرنب. هحط العيدان بتاعة الكرنب، ممنوع ترميها عشان دي الكرنب ما يتلسعش من تحت. جبت برضو حلة على النار وحطيت فيها بصلاية وطماطماية وملح وفلفل وكمون. وحطيت لما المية غليت حطيت البطاية بعد ما غسلتها ونقعتها ساعتين في خل وملح ومية. هبدأ بقى ان انا الف المحشي بتاع الكرنب. استنيت لما الرز يبرد، ولما الرز برد بدأت ان احنا نلف المحشي رفيع كده زي ما انتوا شايفين. احنا قطعنا ورق الكرنب، قطعناه شرايح رفيعة، وبدأنا ان احنا نلف فيه الرز. هتبدأي بالورق الأخضر، الكرنب الأخضر الغامق، هتبدأي بيه وتحطيه تحت في قعر الحلة. وبعد كده الكرنب الفاتح الأخضر فاتح، الورق الأخضر فاتح، هتحطيه على الوش من فوق. هنبدأ بقى نلف الكمية كلها بالشكل ده. مش هياخد منك وقت، هتلف منك بسرعة جدا، ممكن تاخد منك نص ساعة بس. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وطعمه وريحته حلوة جدا، ان شاء الله يعجبكم. جبت الحلة وحطيت في قعر الحلة العيدان بتاعة الكرنب علشان الكرنب ما يلزقش مني. وبعدين هبدأ ان انا الف الكرنب وارصصه بالترتيب كده جنب بعضه واحدة واحدة. وطبعا لازم تحطيه على نار واطية. وعملت كان عندي شوربة فراخ موجودة، حطيت فيها في المحشي علشان المحشي يستوي فيها، لاني طبعا مش حابة اني اسلقه في شوربة البطة، مش هيبقى طعمه حلو بالنسبة لي. حطيت عليه شوربة الفراخ. بعد كده لفيت الكمية كلها الحمد لله، وحطيتها على النار على نار واطية، وحطيت فيها الشوربة بتاعة الفراخ. ما تحطيش المية للآخر علشان المحشي ما يعجنش منك او ما يتسلقش اكتر من اللازم. بتحطي مية لحد قبل اخر طبقة من الكرنب، ما يبقاش المية للآخر فوق. بس. وبعد كده استوت الحمد لله، ما خدتش تقريبا نص ساعة والحمد لله استوت، وكان طعمها فعلا حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، فعلا حلوة جدا وطعمها كان اكتر من رائع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. تصبحوا على خير.